يعني اول حاجه القصه بتشرك العقلين الواعي واللاواعي مع بعض. المعلومات اللي هي المعلومات الصلبه دي أيوة. بيتكلم الواعي بس. اللاواعي ما بيحبهاش ولا بيتحملها ولا بيفكر فيها. لكن القصه بتشارك العقل. تاني حاجه القصه بالذات بقى لو دخلت فيها شويه عواطف وكده بتحرك عواطف العميل وبتصنع ذكرياته. لان اي حاجه لو انا معلومه ربطتها بعاطفه بتلزق في اللاواعي بتاع العميل. ايوه صح، مش هينساها. أيوة. عشان كده الستات ما بينسوش حاجه عشان المهم اخر حاجه بقى انها بتعمل باترن، تعمل نمط. لما انا مثلا احكي لحضرتك ازاي بقى لما بدات التدريب. انا بدات بيه. فلقيت نفسي عندي مجال اسمه التسويق وعندي مجال اسمه المبيعات. مجال التسويق فيه منافسه كتيره جدا. فانا قلت طب ابدا في مجال. بص انا حضرتك انا بحكي ايه ودي حكايه بس. فعشان كده عايز حضرتك انك انا بقى انا كاحمد بعمل حاجه لطيفه جدا. انا ببيع المعلومه اللي بقولها للبياع ببيعها له في الكورس جوه قصص عشان البياع يتصل المعلومه يحاول يعمل الكلام ده كمان بالظبط كده. فانا بعلمه بقول له ازاي تحكي الحدوته وبقول له صفات الحدوته كمان.